بنتي يا خاطر. ايوه يا ابوي، انا الثوره ما بكلمهاش، دم ولادي وراح بلاش. اللي ما فيه غفير اتحاش، كله براءه. اصله بيقولوا يا ابوي ان الثوره مليها ادله، يا دي العله علي عيلي اللي ماتوا بالرصاص. لحد ما قالوا بشار عندنا يتحكم، ما دام قانوننا طلع هجاص. هاتي القلي، ولا بقول لك هاتي بلاص واكسريه ورا الثوره دهيه. ولا اقول لك استني يا خاضره شويه، لسه يا بنتي في اخلاص، لسه يا خاضره في اخلاص للي خلوا الشعب مداس، واللي جابوا لنا سرطان في المخ، واللي كان في كيماوي بيبخ. فين الجخ؟ وانت تعرف منين هشام؟ اصله يا خضرة عملها ونام، وانت يا بنتي ناقصة علام. انا يا ابوي لصنص حقوق، مالك هتتكلم بالمقلوب؟ بس يا ريت يا ابويا تفوق، يعني يا بنتي دارسة قانون. طب احنا يا خضرة كام مليون؟ طب ايه رأيك في قانون الغابة؟ اللي اسود ولا اللي ديابة؟ والسحالي ولا التعابين؟ مين الاقوى فيهم مين؟ الاسد يا ابوي ملك الغابة، حتى يا بنتي لو محبوس، حتى يا ابوي لو نخر السوس. صح يا بنتي الغابة مليانة جاموس. طب والتعبان ولا حبيب، قصدي فريد، قصدي الديب. الديب يا ابوي مكار. صح يا بنتي طلعت حمار. طب لو انت القاضي اقفي قصادي، هتحكمي على الثورة دي بايه؟ عايزة ادلة، ناقصة يا بنتي تقولي سيدي. احنا الشعب متهمين، احنا اللي قتلنا المتظاهرين، وحسني بريء وهي جمال وهي علاء وهي حبيب، واحنا اللي صدرنا الغاز لاسرائيل، واحنا اللي عملنا التطبيع مع اسحاق وشارون ورابين. احنا الشعب متهمين، احنا اللي قتلنا المتظاهرين. حكمت المحكمة باعتقال الشعب عن بكرة أبيه. محمد علي، النجع شاعر.